السلام عليكم واسعد الله اوقاتكم ورزقكم حسن الحياة وحسن الختام آمين. خلوني اوريكم بعض الصور اللي بعضكم ممكن شافها اليوم ونتكلم عنها. هذه ما هي جنازة إنسان مسؤول يتملقون لأهل الناس ولا حضروها الناس مجاملة وتأدية واجب. هذه جنازة فتاة يتيمة من دار الأيتام بالأحساء، توفيت يوم الاثنين ودفنت أمس. فتاة يتيمة ما لها أب ولا أم ولا أخوان ولا عشيرة، ما لها أهل، لكن لها إنما المؤمنون أخوة، ولها فزعة المؤمن ونخوة العربي، لها طيبة أهل الحسا وتماسك الشعب السعودي وتحابه. ما أحد من هذولا يعرفه. أعلنت الدار عن وفاتها وإن ما لها أهل، وانتشر موضوعها في شبكات التواصل الاجتماعي. فزعوا كل هذولا وقالوا مين قال ما لها أهل وإحنا أهلها؟ من قال راح تدفن في وحدة زي ما عاشت في وحدة؟ ما حد منهم سأل وش مذهبها ولا إيش توجهها السياسي ولا إيش مكانتها القبلية أو الاجتماعية. مجرد رسالة قالت فزعتكم إنها اليتيمة اللي ما لها أهل في لحظات وداعها، وصارت الفزعة، وتجمعت القلوب الصادقة والأجساد اللي ما فكرت في لهيب الصيف، جاوا يصلون على أختهم اللي ما يعرفونها ويودعونها. كذا يكون لشبكات التواصل الاجتماعي نفع، كذا تجمعنا وتخلينا لله أقرب، مو تفرقنا هالشبكات وتكون سبيل للصراعات والتباعد، ونكون أبعد ما نكون عن رضا ربنا. أسأل الله في علاه أن تكون أختنا هيفاء الآن بعد حياتها في دار الأيتام في جنات عدن في رضا ربها ورحمته، وأن يبدلها عن الغربة اللي عاشتها نعيم مقيم مع المؤمنات الصالحات في الفردوس الأعلى من الجنة. وأسأله جل وعلا أن يحسن ختامنا أجمعين. ولا تحرموني من تعليقاتكم في كيف نجعل من شبكات التواصل الاجتماعي وسائط نفع وتعاضد. طاب يومكم.